أهلا بيكم. في الفترة الأخيرة ومع انتشار الأوبئة الفيروسية بدأت اهتمامنا بصحتنا يزيد، خاصة اهتمامنا برفع كفاءة مناعة جسمنا، وبدأت الناس تقبل على تناول المكملات الغذائية بهدف رفع مناعة جسمها لحمايتها من الأمراض. علشان كده في حلقة النهاردة هنشرح ازاي نرفع كفاءة عمل جهاز المناعة بخطوات بسيطة. أول حاجة ممارسة رياضة متوسطة باستمرار، زي المشي أو الجري أو السباحة أو حتى تنظيف البيت، لأن جهاز المناعة بيعتمد على الحركة اعتماد أساسي لضخ السائل المناعي المسؤول عن تطهير الدم من الميكروبات. ده غير إن الحركة هتمنع تراكم الخلايا المسببة للالتهاب حول أجزاء جهاز المناعة وبتحسن من عمل جهاز المناعة. تاني حاجة التنفس بعمق. تمارين النفس بتدفع بسائل المناعة داخل التجويف الصدري بعيدا عن التورمات اللي ناتجة عن تجمع السائل الليمفاوي. فتمارين النفس بتعمل مساج بيدفع بالسائل الليمفاوي في الأوعية وبالتالي بيصرف التورمات دي. تالت حاجة لبس الملابس الضاغطة زي الشرابات الضغطة، لأنها بتزود تدفق الدم والسائل الليمفاوي، خاصة عند الأشخاص اللي بيعانوا من تورمات ليمفاوية، بالأخص اللي حركتهم قليلة أو اللي بيقضوا فترات طويلة في وضع الجلوس. رابع حاجة تمشيط الجسم باستخدام فرش مخصوصة من الألياف، فحركة في اتجاه من الخارج للداخل باتجاه القلب، لأن الحركة دي مشابهة لحركة السائل الليمفاوي داخل الأوعية الدموية، والحركة دي بتطهر الجهاز العصبي وبتنبهه وبتحفز حركة السائل الليمفاوي في الجسم. ده غير انها بتساعد الجسم على التخلص من السيلولايت. خامس حاجة استخدام زيت الخروع، وده عن طريق غمس قطعة من القطن او الصوف الدافي في زيت الخروع وربطها على المكان المصاب علشان تحفز حركة السائل الليمفاوي في المكان المصاب وتطهره من الميكروبات. سادس حاجة شرب الماء النقي بما يتناسب مع احتياجات الجسم، لأن جهاز المناعة 95% منه مية، علشان كده كل ما حافظنا على مستوى المية في الجسم كل ما ضمننا كفاءة عمل جهاز المناعة. سابع حاجة تناول الأكلات والأعشاب اللي بتدعم عمل جهاز المناعة، على سبيل المثال الكركم لأنه بينظم الخلايا المناعية وبيقلل الكيماويات المسببة للالتهاب. تاني حاجة الجنزبيل لأنه بيحتوي على مواد بتقلل عدة مركبات مسببة للالتهاب، ده غير أنه بيقلل الإحساس بالألم. وتالت حاجة الخضروات الصليبية زي القرنبيط والكرنب. لو محتاج استشارة صحية تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.